السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهارده فيديو سهل وبسيط. هنعمل طريقة عمل الصابون، القطع في البيت. الكمية اللي انا عملتها طلعت معايا 20 صابون. يعني لو هتحسبيها، الصابونة ب7 جنيه، عملت معايا كمية سبعة في ال7 في 20 ب140 جنيه. يعني هتوفر المطبخ كل بيت. تعالوا نشوف المقادير وتعالوا نشوف عملنا ازاي. معايا كده المقادير: معايا لتر زيت مستعمل ومصفى، ومعايا 2 مج ماء بارد من التلاجة، ما يكونش من الحنفية، يكون مية ساقعة. ومعايا مج بوتاص، والبوتاص اسمه هنا في مصر بوتاص، واسمه في الدول العربية قطرونة أو بوشار. كل واحد عايز يعمل الصابون ده يشوف في بلده اسمه ايه ويجيب زيه. ومج خل، ومج دقيق، ومن 4 إلى 5 مجات صابون سائل مواعين. ومعايا 2 ليمونة، و1 معلقة ملح كبيرة، و2 معلقة كبيرة سكر. ومعايا معلقة كبيرة نشا، وكيس برسيل جل. ومعايا كلافز وكمام للوقاية عشان ايدك والنفس بتاعك. اهو الكلافز هلبسه عشان ده صودا كاوي، عشان ما يحرقش ايديك وانت شغال. هو مش منه خطر ولا حاجة، بس اللي تبقى حامية ايدك، الكلافز يحمي ايدك وانت شغالة في الصابون. هتعمليها يعجبك اول المقادير بتاعته. واستهلكنا الزيت برضو اللي احنا استعملنا فيه الآلية او تحمير اي حاجة. هنا جبت الدرق بتاع الخلاط، وهعاير 2 مج كده، مج الشاي العادي اللي احنا بنشرب فيه شاي. هعاير مجين مية باردة. المية فايدة المية اللي من التلاجة ايه؟ بتقلل من سخونية البطاطس. هجيب الليمونتين اللي معايا في المقادير، واقطع كل ليمونة على 4 تربع. يعني كل نص ليمونة كده اقسمه مرتين عشان اضربهم كلهم في الخلاط. ده فايدته ايه في الصابون؟ بيدي الصابون ريحة كده وملمس ناعم وانت بتغسلي بيه. هضربهم بقى في الخلاط كويس اوي وبعدين اصفيهم. هنا الكمامة هلبسها. هنا ضربتهم فرمتهم في الخلاط جامد. 2 مج المية والليمونتين. هنا هصفيهم بالمصفى. كده صفيتهم في البولة كويس اهو. انا حاطه صينيه ستانلس، لو تاخدوا بالكم تحت البوله البلاستيك اللي انا شغاله فيها، عشان السخونيه بتاعه البوتاص. كده قصيت الكيس بالمقص عشان ايدي برضو، وتفضيه بالراحه. الكميه دي ب5 جنيه من عند اي محل منظفات. الناس اللي بره مصر يا جماعه تاني، البوتاص عندهم اسمه قطرونه او بوشار، كل واحد في بلده يشوف اسمه ايه ويجيب منه. انا ما حطيتش لون ولا اي حاجه، البوتاص عمل اللون ده مع الليمون. هقلبه بقى، تشوفوا الابخره اللي طالعه دي، تحس ان بخار طالع زي ما يكون كوبايه حاجه سخنه قدامك. دي ابخره من البوتاص. هتقلبيه لحد ما البوتاص يدوب خالص، وتلمسي البوله من تحت، اوعي تحطي ايدك في البوله من الجنب كده. هتحسي بسخونيه، يبقى كده البوتاص ناجح معاكي. اهم حاجه يا جماعه في الوصفه دي التقليب. وما تشتغليش في اي حاجه إلا لما السخونيه بتاعه البوتاص تهدى خالص. يعني مش هنضيف على الوصفه اي حاجه الا لما السخونيه بتاعه تلمسي البوله كده من تحت، تحس ان هي بقت ساقعه. يعني السخونيه بتاعه البوتاص هديت خالص. انا بوريكم كده ان البوتاص ده كده كله معانا، هسيبه شويه وبعدين ارجع له لما يبرد. اعملي اي حاجه في المطبخ بقى لحد لما يبرد. كده رجعنا تاني، بلمسه ازاي بايديا. يعني بوريكم تلمسوه من تحت كده، هتلاقوه ساقع بقى معاكم. انا سبت حوالي نص ساعه كده ولا ساعه الا ربع. هنا جبت لتر الزيت، انا مصفيه وحاطه في الازازه دي. هنزله كده شويه بشويه مع التقليب المستمر.
ده كده اول حاجة ضفناها بعد ما البوتاص يكون برد يا جماعة خالص. بقى الوصفة بردت، تختبريه ازاي؟ تحطي ايدك جنب البولة، مش في البولة نفسها، لا في الجنب، تلاقيها بردت، تضيفي بقى المكونات. هنضيف كده لتر الزيت مع التقليب. وما تخافيش كده، اي حاجة انت استخدمتها تغسليها وترجعي تعملي فيها اي حاجة تاني، يعني ما فيش ضرر ولا حاجة. والكمية ده هتطلع لك صابون كويس. كده هحط مج خل، المج اللي انت تعايري بيه يبقى مج موحد في كله. كده عاملة المج كله خل، واضيفه كده، حطينا الزيت والخل وهقلبه. جبت المضرب، تفضلي بقى تقلبي بشوية بشوية. هقول لكم برضو على حاجة كويسة، الوصفة دي مثلا اعمليها، جربي كده التقليب في ساعتين. ساعتين ازاي؟ يعني قلبي ربع ساعة وسيبي الوصفة 10 دقايق، قلبي ربع ساعة تاني وسيبها 10 دقايق. هتريحي ايديكي، ومن التقليب تبقي قلبتي فترة كبيرة. يعني ربع ساعة وريحي ايدك 5 دقايق، 10 دقايق وريحي ايدك 5 دقايق كده. كده انا لسه ما حطيتش حاجة تاني الا الخل والزيت على البطاطس والليمون والمية. كده نص كوباية مية هدوب فيها معلقة الملح. كده هدوبها قبل ما احطها على الخلطة. هقلبها كده كويس بالمعلقة واحطها. الملح بدي ملمس كويس للصابون، والسكر برضو اللي في المكونات بيعلي من رغوة الصابون وبيخلي ايديك كويس. واللي عايز يا جماعة يحط عليه معلقتين جليسرين يحط. بس هو كده كده احنا بنسيب الصابون شهر قبل ما نستخدمه، او بنسيبه 40 يوم، يبقى فقط كل المواد اللي هي بتاعت الصودا الكوني، وبتستخدميه وبيبقى حلو. انتوا لما تجربوها تدعولي. كده حطينا الملح مع نص كوباية مية، دوبناه وحطيناه. دي تاني بقى نص المعلقتين السكر بنحطهم، بندوبهم وبعدين نحطهم. احنا بنحط كل حاجة في المكونات، اخر حاجة خالص بتبقى في الصابون بعد ما نبقى مسكنا ادينا تقليب تمام، بتبقى كوباية الدقيق ومعلقة النشا. يعني بعد ما تبقى اديتوله التقليب المستمر لحد ما قالك كفاية. اهم حاجة يا جماعة، عيد تاني، محدش يشتغل في البوتاصل لما يكون برد تماما عشان الخطورة برضو، وايدك مش نحط زيت وهو سخن. لازم نختبري البولة اللي انت شغالة فيها او الجردة اللي انت شغالة فيه ايا كان، تختبري كده من الجنب ان هو برد، وبعدين تحطي بقى المكونات اللي انا قلتلك عليها. كده جبت المضرب الكهرباء، صراحة ايدي وجعتني، جبت المضرب يسعفني شوية. واللي عنده هاند بلندر برضو يستخدمه عادي، كده كده احنا بنغسله، يعني بنغسله في المواعين وكده ويبقى كويس. يعني هتنضفيه بعد ما تشتغلي بيه، مفيهوش منه اي خطورة. وانا برضو هكتب المكونات كلها في صندوق الوصف. صندوق الوصف يا جماعة تاني اللي مش عارفه، السهم الصغير، سهم صغير كده جنب عنوان الفيديو، تدوسي عليه هتلاقي المكونات كلها مكتوبة بالمقدار وبالكوباية وبكل حاجة. اتمنى بس انتوا تشجعوا القناة بتاعتي، واللي يدخل يتفرج على الفيديو ويستفيد يعمل لي سبسكرايب للقناة. كده انا مش هوريكم تضربوا تاني. انا كنت بهوي ايديا شوية واضرب شوية. الفترة دي خدت مني ساعتين، مش ساعتين يعني متواصلين، لا. مثلا اغسل حاجة على الحوض واسيبه 10 دقايق، اريح ايدي، اضربه مثلا تلت ساعة واريح ايدي 5 دقايق. عشان كل ما تقلبيه كويس وياخد تقليب منك اكتر، التصلب بتاع الصابون هيبقى ناجح معاكي. باش اقول لكم استنوا شوية. كده كنت بعمل بالمضرب اليدوي والمضرب الكهرباء. كده دي اول كوباية صابون معانا، بتعلي من ملمس
وجودة الصابون، وتعلي الرغوة وبتفتح اللون، عشان برضو الزيت التحمير اللي معانا لون غامق، تبقى محمرة في كذا حاجة، فاللون بتاعه غامق. والبرسيل الجل برضو فايدته ايه؟ الريحة، هو والليمون بيعلي من ريحة الصابون. ضربته هنا بالمضرب جامد. كده هضرب فيه جامد. اللي عنده بقى، عايزه اقول لكم على حاجه، اللي عنده قوالب سيليكون، اللي هي بتاعه الكب كيك وكده، سيليكون مش ألمونيوم، يحط فيها الوصف. اللي ما عندوش العلبه البلاستيك صراحه اللي انا طلعتها لقيتها عاليه جدا، قطعه الصابون كانت هتبقى عاليه. هتشوفوا معايا، احطها في الصينيه عادي ألمونيوم وافرشها كيس. كده استنيت عليه شويه وبعدين ضربت تاني. هي اهم حاجه بس لو انت هتعملي على مفرش او حاجه، يبقى البوله اللي انت شغاله فيها تحتها صينيه او تحتها حاجه، عشان لو نزلت منك نقطه او حاجه ما تبهدلش المفرش. كده سبته شويه. جبت دي تاني كوبايه، بقول لكم دي التانية، دي تاني كوبايه صابون. شفتوا القوام فتح معانا ازاي؟ دي التانية. احنا هنستخدم من واحده لأربعة، أربعة ونص، خمسة كده يعني، مش هتكتري عن كده، بس بيطلع لك صابون ناجح وحلو معاكي. ده تغسلي بيه ألمونيوم، ستانلس، شرابات مثلا عندك هتدعكيها على ايديكي، ممكن تبشري حته وتحطيها مع غسالة عادية. كده حطيت. كده عملته بالمضرب تاني شوية. اهم حاجة وانت بتحط الزيت بس في الاول، لو في شوائب في الازازة من تحت ولا كده ما تحطهاش، عشان ما تطلعش كده في الصابونة وانت بتقطعيها. كده جبت كيس البرسيل الجيل. الوصفة دي يا جماعة اتكلفت معايا 7 جنيه، 2 جنيه للبرسيل وال5 جنيه بتاعت البطاطس، والحاجات الباقية كانت في البيت، يعني وفرت لك كذا صابون. هتشوفوا بقى معايا في اخر الفيديو لما الصابون يجمد وقطعه، هنشوف طلعت معانا كمية قد ايه. كده حطينا كيس البرسيل، هنقلب بقى شوية، كل ما بتقلبي كتير بيديكي نتيجة افضل. بس انا يا جماعة عايزة اشتكي لكم من حاجة. الفيديو اللي فات، انا اقسم بالله، الفيديو اللي فات في واحدة علقت لي على اللي هو الفيديو الزيت المستعمل، واحدة علقت لي اسمها عبير الجندي، علقت لي بتقول لي انت عاملة اعلان للشركة، انت المهم عندك الاعلان وتاخدي الهدايا، حسبي الله ونعم الوكيل وتحاسبن عليا. طب ليه؟ انت تعرفيني، انا لسه فاتحة القناة جديد وانا واخداها كشغل ليا من البيت. اللي بيعمل اعلان ده القنوات بيبقى يوتيوبر كبير، انت تدخلي تقولي لي كده ليه؟ وانا اصريت ان انا ما امسحش التعليق. انت تحاسبانه عليا بتاع ايه؟ انت تعرفي نيتي، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك على نيتكم ترزقون. انت ما تعرفيش نيتي، انا هديه ايه اللي انا خدتها؟ انا بصراحه كده يا جماعه اقول لكم بصراحه، انا شفت الشيف محمد حامد والشيف ساره عبد السلام بيتكلموا على شركه اويل كاش، بيقولوا شركه مرخصه وموثوق فيها، فانا شفتها وعرفتها، قلت اعرفها لكم. انا كده كده كنت هعمل فيديو الزيت، لكن انت مش عارفاني ولا عارفه انا نيتي ايه، تدخلي تحاسباني عليا تدخلي تحاسباني عليا ليه؟ انا بس حبيت ارد عليها في الفيديو ده، وحبيت انزل برضو فيديو الصابون عشان ارد على المتابعه دي. انا بحترم كل المتابعين اللي عندي، بيدخلوا يكتبوا لي كلام كويس، ومن كذا بلد مش من مصر بس، لكن انت ما تخشيش تغلطي فيا وانت مش عارفاني اصلا ولا عارفه نيتي ايه. انا شفت حاجه من شيفات كبار، اكيد مش هيكذبوا، وشركه موثوق فيها ومرخصه. ما فيش شركه مرخصه يا جماعه تعمل حاجه وحشه، دي بيدخلوها
في زيت الديزل او منظفات. الزيوت المستخدمه بتدخل في حاجات كتير، لكن انت تخش تكتبي لي حسبي الله ونعم الوكيل. انا رديت عليك واصريت ان انا ما امسحش التعليق بتاعي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي انت. بس يا جماعه دي الكلمتين اللي انا كنت عايزه اقولهم. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. كده حطيت معلقتين النشا، معلش وانا بتكلم، ومعلقه النشا وقلبتها. هنزل بقى بكوبايه الدقيق شويه بشويه. اسفه يا جماعه. كده حطيت معلقه النشا وانا كنت بكلمكم على التعليق، وقلبت برضو مع التقليب كده. نزلت بكوبايه الدقيق شويه بشويه مع التقليب المستمر، يعني مش تنزلي بقى كلها ميه مره واحده. كده فاضل معانا ايه في المكونات؟ كوبايتين صابون، سائل مواعين، اي سائل عندك، بس يحب ان هو يكون اصفر. ليه؟ عشان يبقى مفتح الصابون معاك، يعني ما تحطيش سائل اخضر، لازم يبقى اصفر، يبقى مفتح الصابون معاك. لو اخضر هيغمق اللون. كده نزلت اهي كوبايه صابون واقلب. انت بتخلي سائل كده عامل اتقل من سائل الكيكه بشويه، يعني اتقل من عجينه الكيك بشويه. الدقيق فايدته ايه يا جماعه؟ بيخلي الصابون يتصلب معاكي بسرعه ويبقى كويس وانت بتقطعيه. بس اهم حاجه لما نيجي نصبه في الصينيه، انت مثلا انا حطيته في فرشت كيس في الصينيه وحطيته الساعه 6، هبص عليه كده 12 واحده، يعني اسيبه 6 ساعات، من 6 ل7 ساعات، وتلمسي الملمس بتاعه. لو تحسيتي ان هو مسك نفسه هتطلعيه من الكيس وتخرطيه وتسيبيه ينشف. عايزه تسيبيه تاني يوم، بس انا يعني عشان بقول لكم الصراحه عشان ما يجمدش منك وتعرفي تقطعيه. انا هشوف بالظبط فضل معايا كام ساعه وهقول لكم. كده برضو قلبت كويس بعد ما حطيت كوبايه الدقيق. كده خدت كوبايتين الصابون اللي كانوا باقيين، كده حطينا كوبايتين في الاول وكوبايتين ونص في الاخر. يعني بصي بالميزان كده، لتر زيت مع لتر صابون سائل مع المقادير اللي انا قلتها لك كلها. وتاني يا جماعه، البوتاص عشان اللي ما يعرفوش، في متابعه محترمه طلبته مني من الجزائر، اسمها جنه الخلود، اسمه في البلاد العربيه. طلبت مني الصابون اسمه في البلاد العربيه، هنا في مصر اسمه بوتاص، وفي البلاد العربيه كترونه او بوشار. بتجيبي منه مج الشاي العادي. يعني تشوفي تجيبي مثلا تشتري بقى، يعني كان عندك ربع كيلو نص كيلو، وتملي المج اللي انت هتعايري بيه يبقى متعاير بيه البوتاص. وانا بشكر يا جماعه برضو اي حد بيكتب لي تعليق كويس وبيدعمني، انا بشكره. كده بوريكم القوام بتاعه. انا نزلت فيه تقليب بالمج ده اسفه، بالمضرب اليدوي والمضرب الكهرباء، يعني اريح ايدي شويه واخلي المضرب الكهرباء يقلب شويه. كده بوريكم القوام بتاعه. انا قصدي بقى شوفوا لما شلت البوله، انا قصدي على الحاجات دي. يعني التنقيط ده لو بنزل على المفرش على مفرش عندك هيحرقه او هيضيع اللون بتاعه. فانت تبقى حاطه صينيه تحت البوله اللي انت تشتغلي فيها. واهم حاجه يا جماعه تبقي لابسه كلافز في ايدك وانت شغاله. الحله دي بقى بوريها لكم، الحله البلاستيك دي او العلبه لقيتها عريضه، يعني لما اجي اقطع الصابون هلاقيها عالي قوي. رحت جايبه صينيه مربعه كده، ورحت جايبه كيس بلاستيك. الكيس ده بتجيبيه من بتاع المنظفات بجنيه. تانيتيه تانيته كيس بلاستيك كبير، تانيته كده، وهمشيته ايدي في الصينيه عشان خاطر انزله تحت كده فيها، وبعدين هصب الخليط فيه. كده ظبطت الجوانب بتاعته. وبرده لما تصب الخليط
هتمسكي الصينية من الجنبين تدبيها تدبيها كده على الرخامة، يعني تطلعي منها الهواء وتخلي الجناب كلها تتملي. شفتوا الخليط عامل ازاي جميل؟ كده صبيته كله. اصل شفت العلبة هتبقى الصابونة عالية قوي، هنا هتبقى كويسة. وفي ناس برضه بتحطها في صاج، اللي هو الصاج بتاع الحلويات، تفرشي في كيس وتحطيه. كده هنزل كده الخليط كله بالمعلقة الخشب. كده نزلت الخليط كله، هشوف هياخد معايا كام ساعة لحد ما يتجانس، وهعرفكم برضه. مكونات سهلة وبسيطة، وعملت حاجة في بيتك لمطبخك كويسة، هتستخدميها في كذا حاجة وأوفر ما تشتريها من بره. يعني كل التكلفة دي ما تكلفتش 7 جنيه. الزيت أصلا احنا مستخدمينه قبل كده، وقعدنا تدويره في حاجة كويسة في البيت في المطبخ. هي بس جبت كده سكينة الحلويات وسويته من فوق. هدبه دبتين كده، انزله في الجوانب عشان يبقى الجوانب كلها ايه متصلبة معايا. هشوف خد كام ساعة واعرفكم برضو. اهم حاجة بس يا جماعة اللي يدخل في الفيديو لحد هنا، يكون وصل معايا في الفيديو لحد كده، يعمل سبسكرايب للقناة عشان القناة تكبر بيكم. ده كده الصابون معانا، بعد ما سبته من امبارح من الساعة 6 المغرب كده لتاني يوم الساعة 12 الظهر. يعني سبته طول الليل في البلكونة. هو طري بس لسه هقطعه عشان لما يجمل مش هعرف اقطعه. هجيب صينية كده، كده الصينية نضيفة. هنقطعه كده مربعات، ونسيبه بقى يومين في البلكونة لحد ما ينشف تماما. طريقة الاستخدام بقى تستخدمي بعد 40 يوم او بعد شهر، عشان يبقى المادة بتاعت الصودا الكاوية خرجت منه كلها بالشكل ده كده. اهو هتحطوا ايديكوا عليه، هو لسه طري بس متماسك، عشان لو نشف مش هنعرف نقطعه مكعبات. هنحاول كده بقى نقطع كله مقاس واحد بالشكل ده كده. الكيس سهل معانا ازاي الحركة بتاعته اهي. جبت كده صينية كبيرة، هحاول اشيل الكيس عليها بالراحة، وافردهم بقى عن بعض. ده كده سمك الصابونة معايا، ده العلو بتاعها اهو بالشكل ده. هتحطيها بقى في البلكونة عندك لحد لما ينشف ويتصلب تماما، وبتستخدميه بعد شهر او بعد 40 يوم، يكون المادة الصودا الكاوية او البوتاس خرجت منه كله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والمقادير سهلة وبسيطة، واتمنى ان انتوا تجربوه. مع السلامة.